عقوبات أمريكية ضد الجزائر وتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية. اسمع السيناتور الأمريكي الشهير تيد كروز. Mr. Palladino, thank you for being here and testifying this afternoon. You said that, quote, Algeria's counterterrorism successes also make it a critical pillar of stability in the region. Then in the very next paragraph you said, we look to North African countries to provide critical support to ensuring terrorist activity in the Sahel does not spread. Now, I'm assuming that that somewhat opaque reference to terrorist activity in the Sahel is about the Polisario Front, though you didn't name the group. Iran is trying to turn the Polisario Front into the Houthis for West Africa, a proxy force capable of waging war to threaten regional stability and pressure U.S. partners whenever Iran wants leverage. The Polisario Front works with Iranian terrorist groups. I believe they should be designated as a terrorist group, and I've drafted a bill to do so if there's no change in their behavior. تطور خطير في العلاقات الجزائرية الأمريكية، ولكن أيضا على مستقبل الجزائر كبلد. كنت أشرت سابقا إلى أنه بعد تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا مع النظام في فنزويلا، أكيد أنه ما سيطرح في الطبقة السياسية الأمريكية سيكون النظام الجزائري المتعفن بعد سقوط نظام بشار الأسد، إضعاف إيران بشكل كبير، التعامل مع حزب الله، فنزويلا، كوبا أيضا إضعافها بشكل كبير. معناتها سيبقى نظام الأشبه بهذه الأنظمة والأقرب إليها والأكثر تعفنا ربما في المنطقة في شمال إفريقيا هو النظام الجزائري، لأنه مطالبة تيد كروز أولا بتصنيف البوليساريو كمنظمة هو يأتي طبيعة الحال في سلسلة من التطورات في هذا الملف. الإدارة الأمريكية تريد حل ملف الصحراء عبر يعني بالنسبة لدونالد ترامب سيكون إنجاز كبير، تسوية المسألة الجزائرية المغربية عبر ملف الصحراء. وتيد كروز هو سيناتور جمهوري معروف جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني يطالب بتصنيف البوليساريو كورقة ضغط جديدة، مع العلم أن هناك مشروع قانون قال بأنه يحضر له مثل مشروع القانون اللي يحضر أيضا في مجلس النواب من طرف يعني نائب آخر اسمه جو ويلسون. معناتها التطورات هذه أضيف إليها رد روبرت بالادينو اللي هو القائم بالأعمال في يعني في مكتب الشرق الأدنى في الإدارة الأمريكية، اللي قال بأنه لا يستبعد فرض عقوبات على الجزائر بموجب الكاتسا، يعني بقانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات. هذا المرسوم كان يعني خرج به دونالد ترامب في لما كان الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية بين 2016 و 2020. معناتها تطور خطير، وهذه ليست المرة الأولى، لأنه من طالب سابقا بفرض عقوبات على الجزائر بحكم هذا المرسوم وبسبب شراء أسلحة روسية ومقاتلات روسية كان ليس إلا كاتب الدولة للخارجية ماركو روبيو، اللي لما كان سيناتور في 2022 طالب هو وأكثر من 30 سيناتور جمهوري وديمقراطي بفرض عقوبات على الجزائر بحكم صفقات الأسلحة الضخمة مع روسيا. الإشكالية أن النظام الجزائري لم يستشرف هذا يوما، أنه سيصل يوم ستطرح قضية شراء السلاح الروسي بأرقام مهولة في وقت هناك مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن روسيا ليست بالبلد اللي سيقدم لك غطاء إذا كان لك مشكل مع الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا نظام بشار الأسد، شفنا أنظمة أخرى. روسيا ليس بقدرتها أصلا التدخل من أجل الحماية، وأصلا العلاقات الجزائرية الروسية في أسوأ حالاتها منذ 1962، لدرجة أنه يعني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تكلم حتى على إشكالية الحدود الموروثة من الاستعمار في الجزائر. معناتها تطورات خطيرة وخطيرة جدا، وهذا الملف هو الآن فتح، نحن في البداية والقادم أسوأ بكثير، والله المستعان دائما. الله عز وجل يدعم مشروع غرج بيلات، الوزير الأول الجزائري. اسمعوا. إرادة إلهية واختيار إلهي في مكان تنزيل هذا الحديث. الله سبحانه وتعالى نعلم جيدا أنه لا ينزل من السماء إلا فوق أرض مباركة. الله اختار الجزائر وأنزل فيها الحديد لأنها أرض مباركة.
حماقة هذا التصريح للوزير الأول الجزائري سيفي غريب المعين في الصائفة الماضية من الرئيس المعين عبد المجيد تبون، لأنه لهما نفس المستوى الفكري المنحط والمتخلف على ما يبدو. درجة انحطاط هذا التصريح والحماقة تاع هذا التصريح جعلت قناة الجزائر الدولية، قناة النظام الجزائري، تقص هذا المقتطف ولا تبثه، يعني بثت فقط دقيقتين من التصريح الذي تجاوز ال6 دقائق، لأنه سيفي غريب دخل في حالة غير طبيعية من ذكر آية قرآنية وقول بأنه المولى عز وجل وهب الحديد للجزائر لأنها بلد الشهداء بلد الرجال، ولأنه المولى عز وجل يحب الجزائر ويدعم غرج بيلات يعني تقريبا. فيعني الحماقة هذه تذكرنا ببرقية وكالة الأنباء الجزائرية منذ ساعات التي فبركت تصريحات لا وجود لها في وكالة بلومبرغ وفي وكالات أمريكية بالقول أن الجزائر عملاق نائم وغيرها، لأنه هذا المشروع فاشل وليس فيه أي نجاعة اقتصادية، والنظام الجزائري لم يجد اليوم غير الفبركة والعبارات الفارغة وحتى الآن استخدام الدين بحماقة شديدة من أجل يعني محاولة يعني تضخيم هذا المشروع الذي هو مشروع يعني كارثي بالنسبة للجزائر، لدرجة أنه تعرفوا قضية المحلل الاقتصادي اللي هو اليوم معتقل بسبب ما قاله حول يعني استغلال هذا المشروع وغياب العائدات، يعني ما تم استثماره في البنية التحتية هي أرقام ضخمة ومهولة، خصوصا في خط السكك الحديدية الذي حدث فيه ولا زال يحدث فيه نهب كبير للمال العام. قال يعني الآن بأنه هذا المشروع يعني لن يكون فيه إرباح كبير لأنه تكلفة الإنتاج ستكون ضخمة، معناتها وصول المستوى، ولكن بعيدا عن هذا الخطاب الرسمي في الجزائر أمر مثير للشفقة أكثر من أي شيء آخر، والله المستعان دائما. هايدك شوفوا بالكم تبوني شوفكم شوفوا هاولك شوفوا الشاب شوف ده قال جلال الحليم شوفوا لاشان كاين نساء شوفوا كارثة. بارطاجيو خاوتي الله يستركم بارطاجيو. ليكيب الماء ما كانش خوتي في 2025 الماء ما كانش، حنا صايمين على عامين على الدوش ما كانش طواليت ما كانش الماء ما كانش. روحوا فطور ما كانش روحوا